هلا وغلا وفدانين حلا. كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم في الاوتفيت؟ اخيرا هنفطر بره يا جدعان، فقلت ايه اوريكم الاوتفيت بتاعتي بالمره كده قبل ما ننزل ان شاء الله باذن الله، وهصور لكم بقى ايه المكان لما نروحه بامر الله. ايه رايكم؟ سؤالوا. حاسه ان هو الكاردي كده حشمه كده واجواء رمضانيه. انا قافلاه، هو المفروض بيبقى كاردي مفتوح بس انا هحط له دبوس هنا عشان ايه يبقى مضموم على بعضه كده. اعمل يعني زي الاجواء بقى بتاعت الملحفه والعبايات. ما جبناش كفاتين السنه دي، فنعتبره هو ده الكفتان بتاع رمضان حق السنه دي. ايه رايكم؟ يلا بينا نروح بقى نشوف هنفطر ايه النهارده ان شاء الله. يلا كل سنه وانتم طيبين. احنا نازلين بس طبعا كالعاده متاخرين في الاذان فطارق نزل يصلي في الجامع، وانا صليت هنا وعملت لي بقى فنجان القهوه، واتصل بيا دلوقتي قال لي ايه يلا هو خلص الصلاه وبعت لي ياسين ونازلين اهو. تعالوا خدوا معانا ايه رشفة فنجان القهوة التصبيرة. فاكرين الفيديو بتاع ساعتين من اللفة في الرياض عشان نفطر؟ فالحمد لله احنا كده رايحين اصلا بعد ميعاد الفطار، فان شاء الله باذن الله نلاقي مكان على طول. ماشي يا عم الكروشه. يلا يا سوسو، يلا الكورة عندك كرش الكوره. طب يلا بسرعه، يلا بسرعه عشان بابا. يلا روحي، يلا يا قلب ماما، يلا بسرعه يا دي الخيال اللي مزاولك ده. يلا يا سوسو بسرعه والبسي الجاكيت عدل يا سوسو، لميه على دراعاتك كده. ايوه شاطره يا كبيره جميله. بركيزه الدرامالي يا ناس، بركيزه الدرامالي في نفسها. ايه لا بتاعت النونة ابن عمو هادي. إيه؟ انت كان عندك زيها بالظبط، موجوده هناك بس في البيت هناك. ماشي يلا اجري بسرعه سلام يا سمالة الناس يا ويلكم برياض. انا طبعا شربت الوش عشان ما يوقعش. يا ويلكم برياض وخروجاتها. سبحان الله. وتطلع تشق لنا كده في ترابيزات فاضيه ولا لا؟ في ترابيزه فاضيه اهي بتهل. اطلع بتقول الترابيزه فاضيه دي ما حد يطلع فيها. مفيش حاجه في الحياه انا عارف دي. مش عارفه احنا رايحين فين بس خلاص الرؤيه بانت. جينا بيت الشاورما. نطلع بقى ايه نشوف الدنيا. ودايما في رمضان بيعملوا منيو جديد كده، فلما نشوف بقى حطوا منيو ايه السنه دي في رمضان. يا مسهل كان منفجر من الزحمه. اللهم بارك. الله الورده دي شجره البنك دي بموت فيها. فاكرين؟ على طول لازم لينا يوم نفطر فيه في بيت الشاورما. بعشقه بموت فيه. أرض كولر يا دي البندانة ما علينا. تروح ده بيت الشاورما تقول له اكل ايه؟ ما فيش غير محلين. ايه هما يا سيدي؟ بيت الشاورما. خلاص الرياض كلها بالنسبه له يا بيت الشاورما، ما عندوش محلات تاني خالص. ويا شاورما عربي يا بيت ما عندوش طلبات. يعني هو بيختار نفس المحلات وما بيغيرش الطلبات. انت بقى بغير كل مرة. انت ايه اكتر المحلات اللي بتحبها في الرياض؟ بيت الشاورما والمحل اللي هو كان فيه اخر عارف منيو رمضان ايه؟ ضرب 17 وحمام عبده. بتحبه جدا. انا برضه بحب حمام عبده جدا تقريبا هغير بس في مشكلة صغيرة في حمام عبده. ايه؟ تاكل لقمة تلاقي الأكل خلص. لا والله اكل عندهم كتير، بس المشكله في حمام عبده فعلا انه لازم بالحجز. يعني مفيش مره رحنا كده لقيناها دخلنا كلنا على طول. لازم بننتظر. ما شاء الله المحل كذا دور اللهم بارك يعني ومليانين، فلازم بنحط ويتنج ليست. يعني هي دي المشكله الوحيده اللي فيه. فكنت فاكر ان هو المكان الوحيد اللي بيقدم اكل شرقي او مصري بالذات يعني في الرياض
حلو. فمجربت ضرب 17 اللي هو مجال طلع خطير، ما فيهوش بقى الويتنج ليست دي، او لسه عشان هو مش كبير قوي زي حمام عبده، فمش عارفه يعني. خلينا في اللي احنا فيه، وهم جابوا المنيو دلوقتي هبص عليها واشوف بقى ايه هنطلب ايه ان شاء الله. دي القائمه. ايه ده مناخيرك دخلت معايا في المنيو. دي العصيرات. انا عرفت انا عاوز ايه. سمبوسه وكبده وشبع جبن. بوريمي. ثواني يا شباب، بوكس سندوتشات شاورما. ده كنا هنجيب المنفتح ده. سمبوسه. عايزين وجبه لوحدينا. وحديكوا. فتح ده طارق بيحب يجيبوه لنا كده عائليه. بيت شاورما جميله دجاج. ما شاء الله. بيكفينا بيت شاورما دجاج. شاورما عربي دجاج. ده المنيو بتاع رمضان. بابا انا عاوز شاورما عربي دجاج. قدامك كل هذا الاكل الحلو تختار شاورما عربي دجاج. طارق عايزين نجرب المعصوب من هنا. خلاص ميني شاورما عربي. المقصود ده اللي هو فيه طوب وعيش. ماشي نجربه من هنا بقى. شاورما كرانشي، وهنجيب سمبوسه مقليه، وهنجيب المصنع الكبير عشان لا ونجيب بقى ايه المعصوب، عشان انا جربت المعصوب من اماكن ما عجبنيش، فيا رب ايه يبقى هنا حلو. بابا كرسي البيبي يا لا سوسو. يا بيبي وانت يا عيني. مش كبرنا يا سوسو على الكرسي بتاع البيبي ده. اخيرا بعد ساعه ونص اللي هي بتاع الجوانا دي رنت عشان نروح نجيب الفطار. بصراحه مش ساعه ونص قاعدينهم هنا، احنا مثلا بقالنا بتاع ساعه الا ربع او يمكن اقل. احنا عقبال ما صلينا وجينا في الطريق وكده اكل نزل او ما تحمس. تعالوا نشوف. دايما انا بفطر في الرياض بعديها ساعه ونص ساعتين في الرينج ده، مفيش مره افطر في الوقت ده. نفضل انا وسوسو هناكل هنا. خدوا انتوا بقى ايه، انتوا الثلاثه خدوا ده. اوكي. هي دي ميني كرانش. دي شاورما ميني كرانش. كرانش ماشي فاهمين؟ دي ايه ده الطريق اللي قدامك ده؟ ده المعصوب. بس الحاجات دي مش تبع المعصوب، ده تبع المعصوب، ده تبع المعصوب. ماشي. هات لنا بقى صلصات صلصات تبع اخد اتنين صح؟ بس بابا مش كرانشي كل حاجه. ده الميني كرانشي. السمبوسات خدوا خلي المعصوب بقى عندكم، خلي المعصوب عندك للاخر خالص. تمام اوكي. حطها هنا بس، حط العلبه بتاعتها بس، حط العلبه بالصوصات بتاعتها. ده المعصوب ده بقى حلو بعد لما نخلص ان شاء الله. كل واحد افتح لنا يلا يا روى. انا عايزه اعمل انبوكسنج على الناحيه الثانيه. وانت عارف ليك قد ايه ما تجيبش حاجه بره. ها فين اللحم؟ شاورما عربي. ماما تسيب الحبه ولا لو خلصت؟ عايز حبه من غير؟ كمان. سيبي لي. انا عاوز ايه؟ I am in. بقول لك عليها بسبوسه وبتاع السمبوسه. بسبوسه؟ واحده 62. ماما يا سمبوسه ولا سمبوسه؟ يمي 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 يمي. هي سمبوسه ولا سمبوسه؟ خطير. سمبوسه. اسمها الحقيقي سمبوسه. لا يا طارق بس ده غير. اكيد. حلو قوي. هاتي معصوبه. كريم. والله ما حدش بيقدر
نخلص اكل، مش قادرين. الحمد لله. طيب خلاص مين زينا كده قبل الفطار وحاسس ان هو هياكل وليمه، واول ما الفطار يتحط بينقنق، مش قادرين. الاكل والله ما شاء الله زي ما هو يعتبر. الحمد لله يا ربي. واحنا هناخد دي تيك أواي؟ من الزوايا الحاجات اللي باقيه ناخدها تيك أواي، حرام يعني يترموا. الحمد لله. بس الاكل كان جميل تحفه. المفتح احنا جايبينه لان احنا اول ما جينا هنا في رمضان اكلنا مفتح في رمضان، ف من التقاليد بنجيب بقى جنبه حاجات تانية، بس لازم نجيب المفتح عشان نفتكر ان هو اجواء رمضان. ما بنجيبوش بس غير في رمضان، لان عاده بنيجي بيت الشاورما كل واحد بيطلب طلب لوحده، انما ده طلب كده العيله كلها بتتشارك فيه. وما شاء الله انتوا شايفين باقي فيه زي ما هو، والحاجه غميناها، فما شاء الله اللهم بارك. يعني ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. بس فكده احنا خلصنا فطار، مش عارفين بقى هنروح في حته تاني ولا لا. لو هنروح في حته تاني خليكم معايا نشوف بقى بقيه اليوم بتاعنا يمشي ازاي. تاخد جنينه مش عارفه، انا عايزه اتمشى، شويه. ماشي في الأنينة. لا مش جايه في دماغي اتمشى في الجنينه، عايزه اروح ماركت، عايزه اروح اشتري بالمرة. واشتري مشتريات. ماشي بس في الماركت. هو انا بعمل حاجه غير ده اتمشى فيه؟ اسمه سوبر ماركت. ماركت تشتري المحل كله. ده انا غلبانه يا ابني، غلبانه ظالمني. بابا هو اللي غلبان. بابا ابوه غلبان. لما بيروح هناك محفوظ مش بيبقى فيها حاجه، بتمشي بس. شوف ظالمني ازاي. جايبين 3 عربيات ونص. تبقى اغلى كلكم والمحل بتاع ابو 5. اقول له بص هدخل اجيب حاجه واحده او حاجتين بتفلس بابا. لان الحاجات ب5 واخرج بشنط كتير ورقم وقدره على الكاشير يا عيني، بفضل باصص لي كده. اقول له طب ايه الحاجات مغريه بصراحه، يعني ما تتفوتش. تبقى حاجات العروض بتاعت ابو 5 دي بالذات تجنن. عايزه اقول لكم ان لو في محلات زي ابو 5 دي موجوده في مصر، في محل كل البيوت هتفلس. 99 هلله 98 هلله. ماما في محل فيه ريال، المحل ده كل الحاجات اللي فيه ريال البركه. في محلات هنا بريال، وبتبقى حاجات انا مش عارفه هم يعني ايه، مش محصله ثمن تصنيعها يعني. فلو انتوا بتحاربوا في الخساره يا جدعان ولا ايه؟ بس عايزه اقول لكم على حاجه، يعني من خلال تجربتي في العيشه في السعوديه عامه. العروض فيها غير العروض في اي مكان تاني. يعني احنا مثلا عندنا عروض كارفور في مصر دي اشتغاله كبرى كلنا عارفين يعني. في عروض بتصل لغايه 90%. الجمعه البيضاء دي اشتغاله يعني معروفه لغايه 90%. هنا لما يقولوا يا عروض بيبقى عروض. وعايزه اقول لكم ان انا عايشه على امل يرجعوا عروض الجنينه بتاع الباندا. في سنه كده من السنين عملوا عروض اسمها الجنينه، اقسم بالله كانوا اتجننوا فعلا. يعني انا قلت الباندا دي بتصفي. الحاجات مثلا تبقى ب 2000 ريال تلاقيها نازله ب 100 ريال، ب 50 ريال. حاجه ب 50 ريال نازله بريال، نازله بريالين. حاجات كانت اشتريت مشتريات ساعتها. فنفسي نفسي العروض دي ترجع تاني. حتى ساعتها اشترينا اللي هي السماعات بتاعت التلفزيون كانت برقم عبيط، يعني سماعه ماركه سوني، فاللي هي السماعات الكبيره الصب بتاعت التلفزيون دي. فمش عارفه والله. والدراع بتاع هو ريال البركه. واللي هو الدراع بتاع الاكس بوكس كان نازل تقريبا مش عارفه 5 ريال ولا 10 ريال حاجه كده. لا كان في حاجات عجيبه. كل ادوات المطبخ كلها، معالق السيليكون، حاجات الثقيله الجميله كانت لا تتعدى الريالين او 3 ريال. هقول لهم حاجه، انا دخلت مزاد الحاجه كانت ب20، انا زودت على نفسي وخدتها ببلاش، وهي اساسا ب 350. ايوه كان بيشتري كيبورد اللي هي بتنور وحديد وكل حاجه. وحديد كيكه جامده جدا. هي اصلا بتاعت اللي هم الجيمرز.
انت فاهم 300 وشويه ده لغاية دلوقتي مش فدخلوا الميزان فقعد ايه بدأ ب 20 ريال ومفيش حد بيزود قدامه هو قاعد يزود على نفسه الراجل والله السعودي عسل قالت بتزود على نفسك والله تاخدها ببلاش تعالى ببلاش ما رضيش تديله عليه ما خدش بيها هلله ساعتها عشان كان داخل الميزان اول مره يدخله وقعد يزود على نفسه فراح الراجل فاكرة اكرمه يا ماما ان اداها احنا اشترينا اجهزة ب 100 ريال وجهاز واحد ب 200 ريال ايوه واحد أيوة. وعندنا منه نسختين. ده حصل وهي بقى المزادات كده انت بقى وحظك وكانت اول مره يروحوها يعني وبالتالي اخر مره ما رحتوش تاني صح؟ ما راحوش تاني طبعا عايزين نروح لا بس المشهد جابوني التاني. شريط انا عمري ما شاركت في ما رحتش معاهم المزاد. يحيى هو اللي شارك في المزاد. نروح دلوقتي؟ اه هو عادي بيبقى شغال؟ بيبقى شغال 24 تعالى ساعة. نروح نجرب نشوف نروح. يمكن أنا نلاقي هروح. المكنسه البخار دي كانت موجودة كانت بكام يا ترى عشان اقعد اعيط دلوقتي؟ 200 لا وصلها 120. 120 واتباعت على مين يعني مش 200 كانت حتى. ماركة ايه يا طارق؟ لكن ديكور. بلاك اند ديكور بتمسح المكنسه اللي بتمسح الارضيات ووصلها ل 120 وما جابهاش طارق يعني ايه بتعمل ايه الراجل في الاخر لما ما لقاش حد خدها قال انا هاخدها انا البيت عندي واخدها قلت له يا شيخ كنت هاتها لي انا بمسح الارضيات فلا السعر كان حلو وريتها له بقى بعد كده موجوده مش عارفه شفناها بكام يا طارق؟ كانت نازله بكام؟ لا ما شفناش شفناها بكام؟ مش عارف. 700 تقريبا حاجه زي عندي كده فوسفور. قول تلاقي ان الصبح بتتمشى على 4 وفي المغرب بتتمشى على 3 على 2 وبالليل بتتمشى على 3. اكتب الصبح بتمشى على 4 والظهر بتمشى على 3 ولا 2 بالليل خالص بتتمشى على 3. وبالليل بيتمشى على 3 انا عن نفسي ما عرفتهاش اللي يعرفها يكتبها بقى في الكومنتات يلا يلا يا شباب يلا سوسو يلا يا سوسو روح هاتها الله بحب اجواء الرياضه اللي في الشتاء يا جماعه عايزه اوصف لكم الشتاء يعني الشتاء هنا عندنا يا قارس جدا جدا يا اما عارفين لما مصر تبقى الصيف في الطراوه كده وقت الطراوه هو الشتاء بتاع الرياض كده الحلو يعني الشتاء الحلو بعيدا عن المطره بيبقى اللي هو الطراوه بتاعت مصر بس لكن في اوقات هنا في سيول وحاجات دي بتبقى صعبه يعني بتكلم على الجو الحلو اللي هو المعتدل كده اللي هو القلي على وصيفي ده يلا اركب حد يشغل كبده. بابا نعمل كده خلاص ناخد من الطريق السريع. من شمال؟ كل سنه وانتوا عندكم سنه. هندخل الطريق السريع. سيبها بتغني شطورة يا سوسو فنانة قلب ماما فنانة اول ما نشوف اشاره او اي حاجه واو شطورة ياسين حاول التيشيرت ده ما تنزلش بيه الصلاة يا ياسين عشان فيه جمجمة. عسل يا سوسو اخضر نقعد واقفين عادي. نورت اخضر. لا هاتي عشان ما يقعش. لا سيبه انا كنت طالعة بس اصبح عليه دار المزاد يا ام ياسين؟ هو هنا كده يفتحوا المزاد بس مزاد ايه ده يعني